يا صباح الخير على الجميع. معاكم حاتم النجار، صاحب صفحة قطر الخير، واللي بقول لكم الأبراج كل شوية: برج الجدي، برج العقرب، برج الحوت. أخباركم إيه؟ حد يطمني على الصوت. أنا بس مستني إن الناس تظهر. أول واحد ظهر معايا اكتب لي في التعليقات إذا كان الصوت واضح ولا لأ. ضروري جدا الموضوع ده، عشان عايز أكلمكم في موضوع مهم جدا النهاردة. على فكرة موضوع مهم بجد يعني، عشان دي كارثة من كوارث الزمن. إيه، في اتنين دخلوا معانا دلوقتي وعايزين نتكلم، بس يعني قولوا لي بس الصوت كويس مسموع ولا لا. الله، بقيتوا أربعة. طيب نبتدي الموضوع. مبدئيا كل سنة وكل مواليد برج الجدي طيبين. رمضان كريم، خلاص رمضان إن شاء الله يوم 9 مارس أو 10 مارس حسب الرؤية يعني، وحسب المكان اللي انت موجود فيه يعني. في ناس هتبتدي رمضان يوم 9 مارس، وفي ناس هتبتدي رمضان إن شاء الله يوم 10 مارس حسب رؤية الهلال يعني. قولوا لي الأول، هل الصوت واضح ولا لأ؟ حد يكتب لي بس في التعليقات إذا كان الصوت واضح ولا لأ. إيه، المشكلة اللي عايز أتكلم فيها النهاردة إن الصفحة بتاعتي تم تقييد الربح. ليه تم تقييد الربح؟ أنا جيت امبارح أمس يعني يوم 2 مارس، جيت قلت الآتي: قلت إن هتوقف عن موضوع الأبراج خلال شهر رمضان الكريم. يعني توقعات الأبراج اللي بقولها يوميا وبزحها صباح كل يوم، هتوقف عنها خلال شهر رمضان بس. طيب ايه مكان البرنامج ده؟ ايه هيكون مكان التوقعات؟ فكرت في فكرة، قلت اعمل برنامج مسابقات في رمضان. برنامج المسابقات ده الهدف منه مساعدة المحتاجين. انت عارفين ان شهر رمضان هو شهر الخير، شهر الناس كلها بتعمل فيه الخير، علشان الخير ده بيكون ثوابه مضاعف. شهر كريم هو ده اللي بنعيش عليه، او بنعيش بسبب روحانياته وبركة الشهر الكريم ده، بنعيش عليه طول السنة. نقرأ قرآن، بنعمل الخير، بنصوم، بنزكي، بنزود من صلواتنا للمولى عز وجل، بنعمل حاجات كتير في هذا الموضوع. الصوت مسموع ولا لا؟ طمنوني، انا حاسس ان صوتي مش مسموع. حد بس يكتب لي في التعليقات انه تم او الصوت مسموع عشان اطمن بس. آه، جيت امبارح نشرت فيديو بالمضمون ده، وقلت اني هتوقف عن من يوم 1 رمضان هتوقف عن التوقعات اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية. وقلت بعد كده آه، إن الكلام ده هيتم الاستعاضة بيه ببرنامج مسابقات زي ما وضحت من شوية. الفيس ما عجبوش بقى القصة. الفيسبوك اللي بذيع منه الشغل بتاعي ما عجبوش الحدوتة. قال لك يعني ايه يعمل برنامج مسابقات والكلام ده. وانا زعت امبارح، بالمناسبة ذات امبارح حلقة تجريبية هتشوفوها على الصفحة، مسمي البرنامج بتاعي الدنيا لسه بخير. وذات أول حلقة، والحلقة دي بيسموها في علم الإعلام يعني الحلقة البايلوت، الحلقة الزيرو، يعني الحلقة التجريبية الأولى. وذات الحلقة دي
وعادي جدا الدنيا ماشية عادي، وفوجئت على بالليل حوالي الساعة 1 بالليل إن الصفحة بتاعتي اتقيدت ربح، أصبحت غير مؤهلة. يا جدعان إيه اللي حصل؟ محدش عايز يجاوبني. لما رجعت الصفحة بتاعتي لقيت إن هما متضايقين عشان خاطر الموضوع ده، موضوع برنامج المسابقات أو برنامج مساعدة المحتاجين. وأنا بعملها أقسم بالله البرنامج ده معمول الهدف الأول والرئيسي فيه مساعدة المحتاجين. ربنا عز وجل في القرآن الكريم بيقول لك: وما جزاء الإحسان إلا الإحسان. صدق الله العظيم. ينفع بقى الكلام ده يا رجالة؟ ينفع الكلام ده يا جماعة الخير؟ أنا كل اللي بطلبه من حضراتكم إنكم انتوا تشيروا الفيديوهات بتاعتي، تقولوا للفيس الراجل ده ماشي مظبوط، احنا عايزينه. انا ما بعملش حاجة مخالفة في الفيس. الحاجة الوحيدة اللي زعلتهم البرنامج الخيري اللي ناوي اعمله على فكرة مش هتراجع، يعني البرنامج ده انا هنفذه فعلا وهذيع علشان خاطر ربنا يبارك لينا. ما انت النهاردة لما تيجي تنوي تعمل خير ربنا بيساعدك، بيديك دعم. ليه؟ علشان ربنا رب الخير. الخير دايما من عند الله عز وجل، مش من عند حاتم، مش من عند اي حد في الدنيا. فرب يوم انت ما تعمل خير تأكد من يوم في المية ان ربنا هيقف جنبك ويساعدك. طيب مين بقى اللي مش عايز الخير؟ مين اعداء الخير؟ اكيد اللي ضد الفطرة السليمة. انا مش عارف انت ايه اللي مضايق الناس من فكرة ان يتعمل برنامج خيري. والله العظيم، والله العظيم انا عامل برنامج ده لفعل الخير لوجه الله تعالى. اكتبوا لي في التعليقات هل في مشترك اسمه دقات القلب الرقيقة. ربنا يحفظك يا رب او يحفظك. انا مش عايزك انت راجل ولا ست، بس ربنا يحفظكم يا رب ويبارك فيكم على الدعم اللي انتوا بتدعموه لي ده. الإعلام أي وسيلة إعلامية هي وسيلة لتوصيل الرسالة. رسالة برج الجدي في العموم رسالة خير، رسالة إرساء السلام. يعني أنا من مواليد برج الجدي وكلكم من مواليد اللي بتتابعوني من مواليد نفس البرج. أنا هسألكم سؤال واحد يوحد ربنا: هل رسالتنا غير رسالة الإعلام أو غير رسالة الخير؟ يعني قولوا لي بس، يعني هل الكلام ده ينطبق على الصح؟ يعني أنا النهاردة يوم ما أعمل خير ألاقي قصاده حرب شرسة. ليه؟ 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 الفيسبوك أصلا معمول وسيلة تواصل اجتماعية راقية. يوم ما يحصل الكلام ده يعني أنا بتواصل مع المجتمع حواليا سواء في مصر أو برا مصر عن طريق الفيسبوك. بدعوا للخير، بدعوا للخير. يا ريت يا ريت تعملوا لي لايكات علشان بس تقولوا للفيس حاجة واحدة، تقولوا للفيس إن أنا يعني رسالتي رسالة سلام. هل ممكن إني أعمل فيديوهات أنا كحاتم، يعني
هل ممكن اعمل فيديوهات منافية للاداب مثلا؟ هل يعني ده يرضي الفيس؟ ده يرضي الناس؟ انا لا بقدم محتوى مخل او محتوى مسيء، وما اعتقدش اني زعلت حد. يعني حتى في التعليقات، ما في تعليقات سخيفة بتجيلي كتير. اوه، اقربها امبارح. يعني في تعليقات سخيفة بتجيلي ما بردش عليها، ما برضاش ارد بنفس السخافة دي. وفي تعليقات كويسة بتجيلي. يعني يعني واحدة وهسة واتنين. لا، انا بعاملك باحترام، طبيعي انك انت تعاملني باحترام. وبرج الجدي بالذات هو برج محترم، محترم في تعاملاته، محترم في ردوده، محترم في لسانه، في طريقة كلامه، يعني في المفردات حتى، يعني اللي بيقولها للآخر. فأنا ما أسأتش لحد، ما جيتش جنب حد. انتوا ليه بتعملوا كده معايا؟ يعني أنا بسأل الفيس أو بسأل اللي هيشوف الفيديو من إدارة الفيس، حضراتكم انتوا ليه بتعملوا كده معايا؟ ايه المطلوب مني يعني؟ أنا الخطاب بتاعي خطاب سلام بمنتهى الرقي والاحترام. ما لو اي تليفون هيجيلي دلوقتي انا مش هرد عليه. طب ثواني هرد على التليفون. رمضان. الو. ايوه.